مما يستقبل الإنسان به رمضان يعني أيضا استشعار القرب من الله عز وجل، استشعار القرب من الله سبحانه وتعالى، يستشعر أنه في رمضان قريب من الله جل وعلا، يستشعر أنه في هذه العبادات يقترب من ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يقترب من ربه بأداء الطاعات، وكما قال أهل العلم أن القرب من الله قربان، أو أن الله قربه من عباده قربان، يعني له نوعان من القرب. القرب الأول منهما هو قرب حسي. القرب الحسي مثاله ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عرج به إلى السماء السابعة، بل فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام، وكلمه ربه سبحانه وتعالى في ذلك المكان العالي وهو قريب من ربه سبحانه وتعالى، اقترب من ربه قربا حسيا. وكذلك موسى عليه السلام حينما رقى على جبل الطور وكلمه ربه، فهنا اقترب من ربه جل وعلا قربا حسيا. والله جل وعلا يقرب من عباده في كل ليلة، يقرب من عباده في كل ليلة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يبقى ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل هل من داع فأعطيه فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا من قرب الله جل وعلا من عباده. القرب الآخر هو القرب المعنوي، والقرب المعنوي يكون بالعبادات، فكلما كان العبد لله أعبد وأتقى كان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. كما جاء أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا قرب معنوي، لأن هذه الحالة هي أخفض ما يكون فيها العبد لربه، وهي أخضع ما يكون فيها العبد لربه. الوقوف عبادة والركوع عبادة، لكن السجود أشد خضوعا لله جل وعلا. حينما يسجد في هذه الصلاة يستشعر أنه خاضع بسجوده هذا لمولاه ولخالقه سبحانه وتعالى، كان ذلك أقرب لله جل وعلا. فهذا قرب معنوي، هذا قرب معنوي. ومن هذا القرب أيضا قرب العبد من ربه بأداء الصيام. ولو تأملت وأنت تقرأ في سورة البقرة ومرت بك آيات الصيام حينما تستفتح بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وتواصل في الآيات في آيات الصيام، فجأة تجد خروج عجيب، وتجد انقطاع عن آيات الصيام إلى موضوع آخر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثم بعدها تستكمل آيات الصيام. جاءت هذه الآية في منتصف آيات الصيام، كأنها تشير للعبد الصائم أنت قريب من ربك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنت أيها الصائم قريب من ربك جل وعلا. فيستشعر الصائم هذا الأمر وهو صائم، يستشعر أنه قريب من مولاه، يستشعر أنه قريب من خالقه، وأن دعاءه في أثناء صيامه من مظان إجابة الدعاء، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما تشير إليه هذه الآية التي جاءت في منتصف آيات الصيام، فهي تشير إلى أن العبد إنما يعني في صيامه قريب من ربه جل وعلا. فجأة هكذا تأتي هذه الآية، قبلها آيات تتكلم عن الصيام وبعدها آيات تتكلم عن الصيام. ومما يلتفت إليه أيضا أنك إذا كنت تقرأ في القرآن تأمل وتدبر هذه الآيات، تأمل موضع كل آية، فإن هذا القرآن إنما هو كلام العليم الحكيم، هو كلام الخبير سبحانه وتعالى. فهذا الكلام كل كلمة جاءت فيه وكل آية جاءت فيه في موضعها لها دلالة عظيمة ولها معاني جليلة، لها ارتباط بما قبلها وارتباط بما بعدها. هذه الآية التي جاءت هنا لم تأتي هكذا عبثا، ولم توضع هكذا هباء، وإنما جاءت بمعنى عظيم وجاءت بدلالة عظيمة. لعل من هذه الدلالات هي هذه الدلالة أن الصائم قريب من ربه، أن الصائم يستجاب دعاؤه، إلى غير ذلك من الدلالات التي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. فلا يحيط أحد بحكمته، لا يحيط أحد
بحكمته، فيستشعر العبد الصائم أنه قريب من ربه وأنه قريب من مولاه سبحانه وتعالى، ويستشعر هذه العبادة ويستشعر كذلك جميع العبادات. فهو إذا كان يتعبد لله جل وعلا بعبادة من العبادات يخشع في هذه العبادة ويخضع لمولاه سبحانه وتعالى ويتدبر في عبادته ويخضع فيها لربه جل وعلا، يستشعر كل هذه المعاني، يستشعر الخضوع، يستشعر الإخلاص لله رب العالمين، يستشعر الخشوع إلى غير ذلك من المعاني القلبية التي ترفع العبد وترقيه في مقامات الكمالات، فيقرب من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فهذا مما يستقبل به رمضان.